بدل ما تاكل سكر ودقيق وتخلي حساسيه الانسولين عندك تبوظ وتمنع نفسك من البناء العضلي، خليني اقول لك اهم 4 معلومات لازم تكونوا عندك كشخص رياضي عن فيتامين سي. اول معلومه لازم تكون عارفها ان فيتامين سي بيحسن من اللي جسمك يقدر يعمل كولاجين بشكل مناسب جدا، ويخليه كمان يمتصه احسن من الاحماض الامينيه اللي انت بتدخلها خلال اليوم. الكولاجين ده بيعمل ايه؟ بيخلي جلدك كويس جدا، مفاصلك كويسه جدا، اعضائك الحيويه اللي بيخش فيها الكولاجين جسمك بيمتصها بشكل احسن كتير. تاني حاجه محتاج تعرفها عن فيتامين سي اللي هو كمان بيحسن من امتصاص الحديد في الجسم. يعني لو انت بتاكل اكل نباتي او البروتين بتاعك بتاخده من النبات زي مثلا الفول الصويا او العدس او الفول، فدول كمان بيكون فيهم حديد كويس جدا. عشان تقدر تمتصهم لازم النظام بتاعك يكون فيه فيتامين سي. ثالث حاجه ودي مهمه جدا لكبار السن والناس الصغيرين اللي زي حالاتي، مع ان خلاص عفى عليا الزمن، بس الحمد لله يا كابتني، هو مضاد اكسده قوي جدا وكمان بيساعدك على الريكفري بعد التمرين. رابع حاجه معانا فيتامين سي كمان بيقلل لك مستويات هرمون الكورتيزول، وده هرمون التوتر عندك. ولو انت عامل دايت زي حالاتي بقالك شهور او نسبه الدهون قليله عندك او جسمك بيحصل له ضغط نفسي او عصبي او بتتمرن كتير زينا كرياضيين، فهرمون الكورتيزول في الغالب بيكون عالي عندك، فيفضل ان انت تاخد جرام ل 2 جرام في اليوم من فيتامين سي عشان تقلل من الزياده دي. واخر حاجه محتاج تعرفها عن فيتامين سي، اللي انا كوتش احمد عجلان بقول لك معلومات عن التمرين وعن التغذيه، فلازم تتاكد انك تكون عامل متابعه عشان الفيديوهات زي دي تجيلك، وفي نفس الوقت تعمل لي شير ومتابعه عشان الفيديو ده اتمنى منك توصله ل 5000 لايك.